بسبب الوضع في البلاد وما ترزح تحت ثقله العباد، تتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه الدول الأوروبية. لا يمر يوم من دون انطلاق رحلة أو أكثر، وخصوصا من شمال البلاد باتجاه المجهول. كلفة الرحلة تتراوح بين 5000 و 7000 دولار حسب عدد الركاب. تنطلق بحسب أحد المهربين من أماكن مختلفة وتحديدا من الشمال، مشيرا إلى أن عدد الرحلات غير الشرعية التي تقلع من بيروت محدودة جدا. يخرج المركب بشكل طبيعي، يتم تحديد نقطة التقاء لنقل الركاب الذين قد يصل عددهم إلى 100. الوجهة الأساسية حاليا إيطاليا كمدخل الولوج إلى أوروبا، ومن ثم على التسهيل ألمانيا أو أي دولة أخرى مهم يوصلوا. مدة الرحلة هي 8 أيام على الأكثر، إلا في حال تعطل محرك أو أي عطل آخر. أمام الشواطئ القبرصية فينكشف القارب ومن فيه، وتكون النتيجة العودة مجددا إلى لبنان. ومن قاسم اللبناني الذي جرب الهجرة غير الشرعية نطلع على ما عاشه. أنا ما بنصح، مع إنه كتير الظروف صعبة وكتير المعيشة بلبنان، يعني انسوا الموضوع. ما بنصح حدا يروح تهريب، كتير صعبة. اللي بيزمر بيكون الله كاتب له عن جد، بس اللي بيعلق يعني بشيء مأساوي. من بعد ما وصلنا على قدرنا نمنا ليلة. الصبح طبعا بيتجمعوا المهربين بالقهاوي، وهون هي أكبر منطقة فيها مهربين، كونها قريبة على اليونان وعلى بلغاريا. اتفقنا مع مهرب وقال انه 700 يورو على كل شخص بياخد من هنا. اتكلنا على الله، تبضعنا من السوبر ماركت احتياجاتنا لمسافة الطريق اللي بدنا نمشيها، مسافة طويلة. وبالليل تسهلنا، مشينا كلتنا، كنا 22 شاب، بحدود 22 شاب بين مغربي وجنسيات مختلفة، وكنا 3 لبنانية. قطعنا على أول جسر اللي هو في سكنة عسكرية. في وقت هونيك يعني بشكل عاملينه بين الشجر، بيتخبوا في المهربين لياخذوا احتياطاتهم اذا في حدا على الطريق. طلعت الهليكوبتر، عندهم هليكوبتر بيجوا بيمسحوا فيها بعتقد الحدود. طلع مرقت من فوق مننا ونحن متخبيين. فلت الهليكوبتر، قالنا بدكم تشلحوا من اجركم. يعني كثير صعبه لدرجه انه بتتعب نفسيتك على الطريق. من بعد ما مشينا حافيين ووصلنا على السكنه العسكريه اللي هي على الجسر مباشره. عم نقطع الجسر، قالنا انه ما حدا يقرب بالجناب وفي حساسات وبفيقوا العسكر والى اخره. فالظهر حسوا علينا، معنا كلاب حسوا علينا، صاروا يفزوا الشباب عن الجسر المغاربه. ما عادش في مجال قدامنا الا كلنا نفز عن الجسر. بقيت منبطع على ظهري. طلعت هيك ما عادش في ولا شاب. جيت بدي اوقف اتفرج اذا في حدا بس لحتى اشوفه. بيكمشوني من ورا اثنين، بيطلعوني على الطريق. واهلا وسهلا، اهلا وسهلا من شبعك قتل. يعني كتير كانت رحله مأساويه صراحه. ما بنصح حدا يروح تهريب، لا بالبر ولا بالبحر ولا باي شيء. إلى الناس توجهنا بالسؤال التالي: هل تخاطرون أو خاطرتم بهكذا قرار؟ انه انا يعني بشوف العالم حرام، انه بتموت وكل شيء وعم في خطر، بس انه بالنسبه لي اذا بفل اذا بيصير لي فل بفل. وخطر أولادك يصير لهم شيء؟ اكيد هذا الشيء يعني بيكون بالتفكير وبالحسبان، بس انه يعني كمان هذا البلد يعني ما في خطوره. هاي السرقات اللي عم بتصير والتشليح والقتل هذا شو؟ بتروح بالبحر؟ لا مستحيل اعملها، مش مضطر، عندي فرص هون احسن. لا، لانه انا عندي مرة واولاد هون، ما بتركوا بس عشان هيك. انا لبناني بضلني بقلب لبنان، لو بدي اكل لو بدي احفظ جوع بضلني بلبنان. ما بتخاطر تروح بالبحر؟ لا. رغم ما يسجل من حوادث غرق وموت، الواضح أن الكثيرين لا يرتدعون ببساطة، لأن عددا منهم لا يملك الخيار، وآخر رغم توافر الخيار يتخذ القرار. ومن يدفع الثمن من اتخذ هو القرار عنهم في رحلات الموت.